نوع جديد في شعره النهارده. والدقائق الأولى من أحداث اللقاء تبدو حماسية أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة منذ الدقيقة الأولى، والهجمات للنادي الأهلي والتسديدة لإبراهيم سعيد يخرجها عبد المنصف إلى ضربة ركنية، واثنين ضربة ركنية للنادي الأهلي حتى الآن. جمال حمزة وعايز يعدي، إنما على طول وائل جمعة قاطع يديها لإبراهيم سعيد، والتمريرة الأمامية من إبراهيم سعيد مش لحد توصل لعبد المنصف. وائل جمعة، إبراهيم سعيد، والتمريرة الأمامية لكن تغطية على طول من بشير التبعي. النهارده نادي الزمالك المفاجأة في تشكيله أكتر من شيء. طبعا هيقول لنا الكابتن طارق يحيى معانا ويقول لنا كده يا كابتن طارق إيه هو الحاجة المفاجأة في تشكيل الزمالك النهارده؟ هو طبعا مساء الخير اعزائي مشاهدي قناه النيل الرياضه. اولا هو اوتوفيستر معودنا دايما كابتن طارق على المفاجآت، فهو النهارده بدل المفاجاه الواحده عامل 3 مفاجآت الحقيقه. الدفع بجمال حمزه من بدايه اللقاء هو ورضا سيكا العائد، ومحمد عبد الواحد بعد غياب طويل. محمد عبد الواحد على فكره بقاله فتره طويله جدا. نشوف اللعبه دي الاول مع الزميل طارق الاول. وادي على طول رضا شحاته والهدف الاول، والهدف الاول للنادي الاهلي. رضا شحاته بياخد كرة على طول ناحيه اليمين وبمهاره عاليه جدا يحطها ويركنها على يمين محمد عبد المنصف في الدقيقه على طول 4. في الدقيقه 4 من بدايه اللقاء رضا شحاته ينقض على منطقة جزاء نادي الزمالك ويسجل هدفه الثاني تحت فانيلة النادي الأهلي منذ انضمامه للنادي الأهلي. هذا هو الهدف الثاني لرضا شحاته بعد هدفه الأول اللي كان جابه في مرمى نادي الترسانة. كرة حلوة ملعوبة بينية 10/10 ضرب بيها دفاع نادي الزمالك. والأهلي والزمالك قال لي ما سمعتش عنهم قبل كده. الكرة المصرية شفتها قبل كده؟ قال لي ما شفتش ولا مباراة لا الأندية مصرية ولا لمنتخب مصر. يعني الراجل جاي كده ما يعرفش اي شيء عن كلا الفريقين. الفاول نادي الزمالك ومن مكان مميز جدا، نفس المكان اللي شاط منه ابراهيم سعيد ولكن يمكن اقرب شويه، والمتخصص ابراهيم حسن وحسام حسن. وحلوه للنادي الاهلي في اللقاء. هيلعبها كالعاده جilberto المتخصص في الضربات الثابته من ناحيه اليمين، لانه بيلعبها بشماله عشان تلف زي الموزه باتجاه المرمى، وفعلا لفت اهي باتجاه المرمى. وعبد المنصف والهدف الثاني للنادي الاهلي، والهدف الثاني وائل جمعه هو اللي حط الهدف اعتقد. هنشوف هل وائل جمعه اللي كملها كابتن طارق، وابراهيم سعيد هو اللي حطها لانها راحت لابراهيم سعيد في زعل. بس هنشوف وائل جمعه ولا ابراهيم سعيد. هو وائل جمعه اول لمسه، انما الهدف الثاني للنادي الاهلي ومفاجاه كبيره جدا النهارده في اللقاء. في 17 دقيقه نشوف هدفين للنادي الاهلي. 2-0 تحولت النتيجه الى 2-0. الضربات الركنيه والضربات الثابته والكرات العرضيه والاختراقات هي شعار النادي الاهلي النهارده. اصبحت النتيجه 2-0. وادي ابراهيم سعيد السعيد بالهدف، ابراهيم سعيد السعيد بالهدف. وائل جمعه ادي الكوره اهي هتتعاد اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. عصام الحضري تقع منه، وائل جمعه حطها بصدره. دي الكوره حطها بصدره. الهدف من الزاويه الثانيه بانت بقى ان ابراهيم سعيد هو اللي محولها. ادي الكوره وقعت وابراهيم سعيد حولها على طول بصدره. خالد بيبو يعكس اللعب، يدي لحسام غالي. النهارده رمانه الميزان في نص الملعب حسام غالي هو اللي بينقل الهجمه من الناحيه اليمين الى الناحيه الشمال، وهو اللي بيكمل في العمق في حاله ابتعاد خالد بيبو ورضا شحاته. وادي على طول الكره لبلال وخالد بيبو والهدف الثالث. خالد بيبو الهدف الثالث. يا سلام، الكره دي هدف تاريخي. ليه؟ شوفوا احمد بلال عمل ايه. بص شوف احمد بلال عمل ايه. احمد بلال عمل له ستار دفاعي زي اللي بيعملوه لعيبه كره السله لما اللعيب بيشوط الثلاثيه. عمل له ستار وفضلوا الستار ده. خالد بيبو انطلق من الخلف للامام وشاط كوره في الزاويه الشمال لمرمى نادي الزمالك ويجيب الهدف الثالث. خالد بيبو بيجيب الهدف الثالث في الدقيقه 28. في الدقيقة 28 أصبحت النتيجة 3-0 والأهداف الثلاثة بنفس المنطق ونفس الأسلوب ونفس الثغرة الدفاعية. بصوا أحمد بلال طبعا ده فاضي. أحمد بلال استلم وحضن على رضا سيكا كويس. طبعا صعب على محمد عبد المنصف، وفعلا اوتوفيستر على طول كان طارق قوم وليد صلاح الدين وليد صلاح عبد اللطيف وخالد الغندور، لأن الحقيقة برضو محمد عبد المنصف مش موجود. محمد عبد المنصف موجود، محمد عبد الواحد 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 مو
وادي كوره من حسام حسن وخطره جدا. كوره حسام حسن دي كوره خطيره جدا، يعني اخطر كوره لنادي الزمالك في اللقاء حتى الان. كانت هتعدي لنتيجه سريعا الى 3-1، ولكن ادي المساحه تاني وخالد بيبو والانطلاقه من بلال لكن المره دي مغطي بشير التبعي، وواضح جدا ثغرات كبيره جدا في دفاع نادي الزمالك. وادي كوره على طول لحسام في الناحيه اليمين. حسام ومعاه شادي. حسام انما شادي ياخد. حسام حسن عايز النهارده ينفرد بصداره لاعبي القمه في التهديف، 7 اهداف بالتساوي مع توتو وعلاء الحمولي. لو جاب اي جول النهارده هيبقى هو الهداف الاول في تاريخ مباريات الاهلي والزمالك. ادي على طول الكوره توصل الى رضا سيكا ويلعبها الاماميه لكن مقطوعه. انما خالد بيبو انما يا جماعه الكره دي نادرا ما نشوفها في كره القدم. احمد بلال عمل الستار الدفاعي، عمل زي ستاره كده غطى بيها على المدافعين من وراه، وفجاه اداها بلمسه رقيقه كده الى خالد بيبو المنطلق من الخلف، فتح له احمد بلال السكه، شاط كوره يمكن خدعت محمد عبد المنصف لانه ما شافهاش، لان كان عامل له الستار احمد بلال وجاب منها الهدف الثالث. انا اعتقد يا كابتن ان محمد كمونه مطلب دلوقتي التيم نادي الزمالك الحقيقه، لان نص ملعب نادي الزمالك الحقيقه يعني في حاله سيئه جدا، لان محمد عبد الواحد زي ما قلت لك بعيد تماما عن اللقاءات، وايضا جمال حمزه، فنص الملعب بتاع نادي الزمالك فاضي خالص، ما فيهوش غير تامر عبد الحميد. ما يقدرش تامر عبد الحميد يظبط الكلام ده كله الا لو نزل محمد كمونه او لعيب زي مدحت عبد الهادي مثلا اللي بيسخن ده، والدفع برضا سيكا في منطقه نص الملعب على اساس يملى نص الملعب. لو جت جول دي يعني طبعا ما حصلش في التاريخ ان شوط واحد جه فيه 4 اهداف لفرقه واحده. وادي الكره العرضيه، ادي الكره العرضيه وحلوه من ابراهيم، حلوه رقم قياسي جديد لحسام حسن، الهداف الاول لمباريات القمه في تاريخ مباريات الاهلي والزمالك. 8 اهو، ادي ال8 اهي بايده اهي، 8 اهداف في تاريخ مباريات القمه، 5 للاهلي و3 للزمالك. الهداف الاول الان حسام حسن يسجل رقم قياسي جديد ويضاف الى ارقامه القياسيه في تاريخ مباريات القمه. الهدف الثامن يحطم الرقم القياسي المسجل باسم توتو لاعب النادي الاهلي وعلاء الحمولي لاعب نادي الزمالك، والكلاهما 7 اهداف، ويجيب الهدف الثامن. حطها حلو قوي الحقيقه يا كابتن ابراهيم حسن هو اللي حطها. يعني اي واحد يجي يفكر ان ابراهيم حسن جاي من بعيد هيحط وش رجله يشوط، انما بكل ثقه واقتدار وباصص فين اخوه وبحس اللاعب الموهوب حسام حسن الحقيقه برضه حط هدف زي ما انت قلت. حسام حسن يعني طبعا هو بالنسبه له هيبقى فيه مشكله لو نادي الزمالك جاب هدف ثاني، هيبقى فيه مشكله لخالد بيبو ان هو ضيع هدف لا يضيع الحقيقه. ادي على طول انطلاقه ثانيه من رضا شحاته بيديها لخالد بيبو. خالد بيبو وعايز يرقص، ورقص المره دي وهو والجول الرابع. يا جاب الصعب خالد بيبو، ضيع انفراد سهل جدا وبيجيب كوره احد افضل الاهداف هذا الموسم. جول حلو، ترقيصه عالميه وبيحط الكوره حلوه قوي وهو منفرد في مرمى عبد المنصف، وبيجيب الهدف الرابع القاتل لنادي الزمالك. جول حلو، ليك حق تفرح يا خالد يا بيبو. كان ممكن فعلا زي ما قلت يا كابتن طارق المباراه تتقلب، لو هدف نادي الزمالك كان يقلب المباراه تماما، انما خالد بيبو جاب الصعب وضيع السهل. انفراد لسه من دقيقتين بس بيضيعه خالد بيبو وبينقذ نفسه بهذا الهدف، لان اي هدف بيضيع طبعا بيغير تماما في شكل المباراه. وكره حلوه وانفراد جميل وترقيصه 10/10. يا سلام يا خالد يا بيبو. هو مكسب النادي الاهلي النهارده يا كابتن طارق هو فارق السرعه الواضح جدا ما بين لاعبي نادي الزمالك في خط الظهر ولاعبي النادي الاهلي فرده، سواء خالد بيبو او احمد بلال ورضا شحاته ايضا. ادي اهو، ادي بشير التابع طبعا هنا صعب جدا على بشير يعمل معاه اي حاجه، وان خالد بيبو مهاري وسريع وعدى وحطه في ظهره. هنا لو اي شنكله ضرب الجزاء طبعا وطرد، انما خالد بيبو طبعا مهاره عاليه جدا، فات ورقص وسن الجزمه طبعا لحظه خروج عبد محمد عبد المنصف. كان تغيير غريب جدا يا كابتن لما غير بمحمد فاروق، مش تقليل من محمد فاروق ولكن هو ان رضا شحاته كان لعيب مميز جدا في صفوف النادي الاهلي المباراه دي، ويمكن له يعني الحقيقه فضل كبير جدا في النادي الاهلي محتفظ بهذه النتيجه لغايه حتى الان هو وخالد بيبو. الحقيقه خالد بيبو يديها على طول لمحمد فاروق وحلوه، والهدف الخامس هاتريك خالد بيبو، هاتريك
خالد بيبو الهاتريك الثاني في تاريخ لقاءات الاهلي والزمالك. خالد بيبو الهاتريك الثاني في تاريخ لقاءات الاهلي والزمالك. الهاتريك الوحيد كان لتوتو نجم النادي الاهلي في اللقاء اللي قلت لحضراتكم عليه، لقاء 4-1 موسم 53-54، والهاتريك الثاني الان لخالد بيبو بيجيبه النهارده في مباراه اليوم. خالد بيبو يرفع رصيد النادي الاهلي الى رقم قياسي في تاريخ مباراه القمه. اليوم لقاء قياسي لمباريات القمه بين الاهلي والزمالك. اليوم تحطم الرقم القياسي للتهديف عن طريق حسام حسن وسجل هدفه الثامن في مباراه القمه. اليوم الهدف الثالث لخالد بيبو ويجيب بيه الهاتريك الثاني في مباراه القمه. اليوم الهدف الخامس للنادي الاهلي، اكبر عدد من الاهداف لنادي واحد في مباراه القمه. اليوم اكبر فوز في تاريخ مباراه القمه للنادي الاهلي. مباريات الارقام القياسيه اليوم، التاريخ اليوم يعيد افتتاح التاريخ. ادي خالد بيبو وادي الهدف اللي ادخل مباراه القمه النهارده التاريخ. خالد بيبو ومحمد فاروق وهات وخد، وخالد بيبو بيجيب الهدف الخامس للنادي الاهلي. والرقابه مع البلديه والمصري والترسانه والاتحاد واخيرا جولدي، ثم هذا اللقاء لقاء الزمالك. الطريف بقى ان النادي الاهلي لم يتجاوز حاجز الهدفين هذا الموسم الا في مباراتين، مباراه الترسانه ثم هذا اللقاء. غير كده ما عداش حاجز الهدفين في اي مباراه من مبارياته في الدوري او في بطوله افريقيا. فاول لوليد عبد اللطيف اللي عامل مجهود كبير جدا، يمكن من اكتر اللعيبه اللي جريت في الملعب النهارده. وليد عبد اللطيف، وادي الكره البينيه لمحمد ابو العيله. ابو العيله بتتقطع وياخدها سيد عبد الحفيظ. 3 من النادي الاهلي على 2 من نادي الزمالك. مشهد شفناه كتير قوي السنه دي. وادي التمريره البينيه لخالد بيبو، هو جول هو جول هو جول هو جول هو جول هو جول، والهدف السادس سوبر هاتريك. ادي رقم قياسي تاني للمباراه، سوبر هاتريك. 6 اهداف، نصف دستة اهداف في لقاء اليوم للنادي الاهلي، و4 اهداف. ينفرد بالرقم القياسي للتهديف في لقاء القمه خالد بيبو، ويضرب رقم توتو نجم النادي الاهلي في الخمسينات، واللي كان جايب 3 اهداف في الهاتريك اللي قلناه في مباراه 4-1. ولكن هذا هو السوبر هاتريك، هدف الرابع لخالد بيبو، الهدف الرابع لخالد بيبو في اللقاء. رقم قياسي في تاريخ مباراه القمه، مباراه الارقام القياسيه بكل المقاييس. اعتقد اننا لن نرى مباراه يسجل فيها 7 اهداف بين الاهلي والزمالك تاني قبل على الاقل 20 سنه، على الاقل 20 سنه على ما نجد مباراه اخرى بين. شوفوا ضرب الدفاع ازاي، طارق عملها بمهاره عاليه جدا جدا، بالرغم ان الزاويه ضاقت عليه. يعني هو بص عدى هنا من محمد الزاويه ضاقت هنا شويه، انما حطها بمهاره عاليه جدا خالد بيبو، ويستحق فعلا انه يكون نجم المباراه الاول، لانه طبعا 4 اهداف في لقاء واحد، يعني صعب انها تتكرر. بص الزاويه هنا صعبه شويه على فكره. هذا بيبو. الهدف ذكرني بهدف هفتكره دلوقتي، افتكرته دلوقتي، بس هدف جابه روبرتو باجيو نجم ايطاليا الشهير جدا في كاس العالم سنه 94.